السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. ازيكم عاملين إيه النهاردة بقى؟ أنا كده قمت من الصبح بدري وقلت أقوم أعمل فطاير كده أو باتيه أو حاجات حلوة كده للولاد يقوموا يفطروا بيها. فقمت بدري كده وقلت يلا أما أشجع كده، وطلعت الدقيق والمكونات عندنا، وحاجة بسيطة خالص هنعمل أحلى باتيه النهاردة. ده كيلو دقيق، وجبت عليهم 4 معالق سكر، حطيت معلقتين على الدقيق كده بالشكل ده كده مع ربع معلقة من الملح وقلبتهم. وجبت معلقتين السكر التانيين حطيتهم على الخميرة، وحطيت عليهم ربع كوباية من المية الدافية، وقلبتهم بقى كويس كده وسبتهم يخمروا مع بعض كده لحد الخميرة ما تتفاعل، واتأكد ان هي الخميرة بتاعتنا كويسة ونشطة. حطيت هنا نص ربع معلقة من الفانيليا على الدقيق، بتبقى جميلة جدا وبتعمل ريحة حلوة في المخبوزات. شايفين بقى الخميرة بتاعتنا ما شاء الله اتفعلت على طول. نزلت بقى على الدقيق بقى وكل المكونات الجافة اللي احنا حطيناها، وحطيت هنا 5 معالق من الزيت، وبدأت ان انا اقلب بقى. واللبن بتاعنا الرايب، دول كوبايتين من اللبن الرايب. ونزلت بقى كده بالاسباتيولا، قعدت اقلب كده اقلب المكونات مع بعضها لحد ما يتقلبوا كده مع بعض. وهشيل بقى الاسباتيولا خالص، وهبدأ انزل بايديا بقى كده ونعجن عجنا جامد جدا. شلت هي الاسباتيولا ونبدأ نعجن بقى. طبعا احنا عارفين المعجنات بتحب العجين، يعني نعجن فيه قوي. لازم ان انت عايزه نتيجه تبقى كويسه، والمعجنات بتاعتك تبقى حلوه كده وما تبرولش منك بعد كام يوم. لازم تعجنيها كويس، اهم حاجه فيها العجين. وطبعا التسويه، لازم التسويه برضك على فرن يكون مظبوط. شايفين كده قعدت اعجنها حوالي ربع ساعه بالشكل ده كده. شايفين بقى العجين العجينه عايزينها تبقى طريه شويه وبتلزق في الايد. شلت ايدي بقى كده وسبت العجين حوالي دقيقتين، وغسلت ايدي ورجعت له تاني، وبدأت ان انا اعجن فيه. ان انت تسيبي العجين كده دقيقة كده او دقيقتين وترجعي تعجني فيه تاني، بيتفاعل كده مع بعضه ويعمل عرق للمخبوزات بتاعتنا. تمام بقى بالشكل ده. هشيله بقى من الطبق بتاعي خالص، وابدأ كده على الترابيزة ونفرد ونلم ونفرد ونلم بالشكل ده كده ونعجنه قوي. بس هو المفرش كان معاكس معايا شوية، بس برضو مفيش حاجة بنقف عندها. شايفين بفرده بقى بالطريقة دي كده، ونديله هوا وبيخش فيه هوا كده ويتفاعلوا مع بعض ويعمل عرق كويس. جميلة جدا ان انت تفرديه وتلمي كده، تفردي وتلمي فيه. بندخل في العجين الهوا كده ويبقى حلو وجميل من جوه. وتلاقيه بقى بعد ما يتخبز تلاقيه هش وطري وجميل فينو كده جميل من جوه. العجينة عايزينها ملزقة بالشكل ده كده، ما تبقاش ناشفة. شايفين بقى العجينة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة وناعمة ما شاء الله عليه. خلصت كده عجين فيها وسبتها، حطيت عليها معلقة من الزيت وحطيت عليها المفرش ده كده وسبتها تخمر كده براحتها. وتعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كمان بقى معانا كده. احنا عملنا الباتيه، هنعمل حاجة حلوة. حطيت هنا كوباية من اللبن وعليها معلقة من الخميرة و4 معالق من السكر، وبقلبهم كده مع بعض. بسيبهم ثواني برضو عشان اتأكد من ان الخميرة تفاعلت بالشكل ده كده. ونزلت عليهم ببيضة. يا ترى دي مكونات ايه؟ رايحين نعمل ايه؟ ايوه سامعاكي اللي قالت هنعمل دونتس. ايوه دي المكونات بتاعتنا بتاعت الدونتس. هنعمل النهارده احلى دونتس هتشوفوه بطريقه جميله. وشايفين المكونات مفيش ابسط من كده: كوبايه لبن، معلقه خميره، 4 معالق 3 معالق من السكر او 4، والبضايه. وديا تلات كوبايات ونص من الدقيق، حط عليهم ربع معلقه من الملح بالشكل ده كده. وطبعا احنا حطينا البيضه وحطينا الفانيليا. هي دي المكونات بتاعتنا، مفيش اسهل من كده. وما بحطش نقطة مية فيه ولا اي حاجة تاني، خلاص هي كوباية اللبن بس مع 3 كوبايات ونص من الدقيق. عجينة جميلة جدا وناجحة جدا. يعني ما اقولكيش مفيش احسن من كده. بس ما تحطيش مية تاني ولا تحطي دقيق، يعني حتى لو لقيتيها ملزقة بالشكل ده كده
لميها مع بعض وسيبيها برضو دقيقة كده، واغسلي ايدك وارجعي تاني ليها واعجنيها في بعضها كده، هتلاقيها جميلة ولمت مع بعضها بالشكل ده كده. شايفين العجينة جميلة ازاي وطرية؟ لا تحطي فيها مية تاني ولا تحطي فيها دقيق. ونزلت هنا بثلاث معالق من الزبدة او السمنة، يعني اللي تفضليه، بالشكل ده كده. وبدأت ان انا اعجنها، هتلاقيها فكت في ايديكي، ما تحطيش دقيق ولا تحطي حاجة، افضلي اعجني فيها بالشكل ده، هتلاقيها لمت معاكي وبقت جميل. شايفين بقى بدأت تلم هي معانا، العجينة ملزقة بسيط بس هتلم معانا. قاعدين برضو بنفرد وتني كده، افردها والمها، افردها والمها بالشكل ده كده. ما شاء الله بقى هتبقى عجينة جميلة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ زي الاستك كده. لمت خالص وما عادش فيها اي تلزيقات بالشكل ده كده. كل ما تعجني في المخبوزات كل ما النتيجة بتبقى جميلة جدا. شايفين ما شاء الله كده. افرد ونلمها. شايفين بقى العجينة بقت عاملة ازاي؟ طرية جدا وناعمة وجميلة ما شاء الله عليها. هجيب برضك الطبق بتاعنا، شايفين ما شاء الله على العجينة. هحطها في الطبق برضك واسيبها تختمر مع بعضها بالشكل ده كده. يبقى احنا عجلنا الباتيه وعجلنا الدونتس، ونسيبهم يختمروا بقى مع بعض، وبرضك معلقة زيت على الوش ونغطي عليهم الاتنين اهما. ما شاء الله الباتيه بتاعنا خمرة، يعني على ما عملت الدونتس عجنته كان الباتيه بتاعنا خمر وبقى بالجمال ده. ما شاء الله بقى بدأت ان انا اجيب قطعة كده، بس انا وانا بجيبها ما بحاولش ان انا اطفي خمرها، يعني ما تقعديش تلفي وتكوري وتعملي فيها قوي. نجيبها على طول، طالما هنفرد يبقى ايه، تجيبيها كده بخمرها وتحطيها على الترابيزة وتفردي. فردتها بقى ايه على قد ما اقدر كده على شكل مستطيل، وجبت قطعة من الزبدة وبدأت ان انا امشيها كده عليها بالشكل ده. حاجة بسيطة خالص من الزبدة، يعني مفيش، يا دوبك بنمشيها بس بسيط كده. وجبنة بقى اللي تحبيها، اي نوع جبنة. انا مستعملة جبنة قديمة على جبنة دومتي، خلطاهم على بعض كده ومقلباهم. واي نوع بتحبيه بقى، اي نوع الجبنة اللي ولادك بيحبوها. وبدأت ان انا الفها بالشكل ده كده. نلف كده من هنا ومن هنا ومن النص، يعني نحاول نخلي ايه اللفة مع بعضها كده مستقيمة بالشكل ده كده. وجيت على القفل وبدأت ان انا اقفله كويس بالشكل ده. وطبعا انا ما حطيتش في الاخر زبدة، يعني الطرف دون بسيبه عشان يلزق مع بعض، ما بنحطش فيه زبدة بالشكل ده كده. ولو لقينا حتة تخينة وحتة رفيعة ببدأ ان انا ايه ابرمه كده او اشده شدة كده بايديا، بيتفرد معانا ويبقى كله مقاس واحد. وبدأت ان انا اقطعه بقى المقاس اللي تحبيه. انا عاملاه ميني كده صغير بالشكل ده. وطبعا هو لسه هيختمر معانا وحجمه هيتضاعف، يعني نلاحظ الحتة دي واحنا بنقطع ان الحجم بتاعنا هيتضاعف. دي قطعة تانية هي انا جايبها بخمرها كده على طول من الطبق. بدأت ان انا افردها. لو مش هتعملي كده ممكن بقى تقرصيهم وتحطيهم جنبك قدام منك كده على الترابيزة، وتسيبيهم يعني 5 دقايق كده قبل ما تفرديهم. وبرضو جبنا قطعة الزبدة كده وبمشيها على العجين بالشكل ده، وسايبة 2 سنتي في الآخر خالص مش بحط فيهم زبدة. والجبنة بتاعتنا ممكن تحشيها بنوتيلا، ممكن تحشيها بأي حاجة ولادك بيحبوها، يعني مش شرط ان هي جبنة، عشان العجينة بتاعتنا جميلة جميلة جدا وتنفع لكل المعجنات. صراحة هتعملي أحلى معجنات بيها. بس انت بقى ايه، انا بقول لك الحاجه الاول كده في الاول، وانت بقى ايه اخترعي وابدعي كده في البيت براحتك. بلفه بقى بالشكل ده كده وبقفل كده، بقفل عليها جامد. وطبعا كل ده بيختفي انا لما ببرمها كده، كل ده بيروح في بعضه. والقفل ده بنخليه تحت، هو اللي يبقى ملامس سطح الصينيه. شايفين بقى بشده كده بيتفرد معانا، والحته التخينه دي بتتفرد ايه تبقى كلها مستوى واحد. شايفين بقى المقاس الجميل الميني بتاعنا ده، هيتضاعف حجمه، هتشوفوه هيبقى جميل.
بسم الله ما شاء الله. على ما خلصت الصينيه دي كانت الصينيه التانية خمرت وبقت عامله ازاي يعني. لولا ان انا كنت سايبه فراغات كفايه كانوا هيلزقوا في بعض. وفي واحده هي لازقه كمان في التانية. حاولت برضو ان انا اشيلهم. ما شاء الله الجو كمان حر، والعجين ما بيقعدش حاجه، على طول خمر على طول. خلصت بقى كده الباتيه وحطيته في الفرن، وجبت بقى الدونتس بتاعنا ونزلت العجينه بتاعتنا كلنا هي على الترابيزه، وبدات ان انا اشتغل بيها على طول مره واحده. برضو انا ما كورتهاش، انا شلتها من الطبق حطيتها على الترابيزه، رشيت بس شويه من الدقيق، وبدات ان انا جبت النشابه برضو امشيها على الدقيق كده ان هي تبقى عليها شويه دقيق عشان ما تلزقش في العجين بالشكل ده كده. وبدات ان انا افردها باي شكل بقى طبعا، عشان احنا هنجيب قطعه الدونتس ونقطع بيها. بس ملاحظين ان انا كل شويه إيه ابل النشابه شويه وايه وافرد بيها. جبت برضو الاقطاع هي، وبدات برضو بحطها في الدقيق وبحطها واقطع بيها بالشكل ده كده. شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل اهو بالشكل ده كده. وبحطه على كيس عشان ما يلزقش، عشان يختمر بقى براحته كده على الكيس، عشان وانا بشيله يبقى سهل عليا وانا بشيله وراح اقليه. تمام بالشكل ده كده، كل واحدة على الكيس بتاعها. اللي اتبقى طبعا لميته مع بعض وكورتها وسبتها ثواني، يعني سبتها على الترابيزة كده 5 دقيقة، على ما رحت شفت اللي في الفرن وقلبت الصواني، وقمت راجعه لها تاني كانت اختمرت شويه. وبدات ان انا ابططها، يعني مش ان انت على طول بعد ما تلميها تبططها على طول وتفردي، لا، تسيبيها دقيقه تختمر شويه. بططتها هي تاني. ده اللي اتبقى من الدونس التاني، من العجينه اللي احنا قطعناها. فردتها تاني هي، ومش ان احنا بنرميه بقى. فردتها وبدات ان انا اقطع تاني بقيه الدونت بالشكل ده كده. وبحطه على الكيس بالشكل ده. ممكن تحطيه على كيس او تحطيه على ورقة زبدة، اللي يريح. يلا بينا بقى نحضر الزيت بتاعنا، والزيت يكون غزير ونقلي فيه الدونتس بتاعنا. جبت بقى الصينية هنا، والزيت وسط، النار بتاعتنا وسط، وما يسخنش قوي، ما يسخنش السخونية تبقى جامدة قوي ان هو الزيت يتقدح، لا، يا دوبك الزيت يسخن بننزل فيه الدونس. وده الباتيه بتاعنا طلع، اديته رشة من المية وغطيته على طول بالقماشة دي بالشكل ده كده. مش بياخد اي وقت خالص. ولو حسينا ان ان الزيت بتاعنا سخن قوي، اطفي النار. يعني انا طفيت النار مرتين، اسيب الزيت يهدى شوية وارجع تاني احمر فيه بقية الدونتس، عشان ما يتحرقش معانا ولا يطلع لونه مش حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه جميل، اللون الذهبي الحلو. وهنا بقى زينته بالشكل ده، كنت بصور بس ما طلعش المقطع وانا بزين. عملنا بقى بالشوكولاتة، وعملت باللون البينك الجميل ده، عشان الحاجات الحلوة دي معمولة اوردر لبنوتة حلوة في عيد ميلادها، عاملة لها الباتيه الجميل ده، وعاملة لها الدوناتس الحلو ده. يا جماعة ده كان اوردر انا مطلعاه، الباتيه الجميل مع الدوناتس الحلو ده. كل سنة وهي طيبة، وعقبال 100 سنة يا رب. طبعا انا كيست الحاجات دي وغلفتها في الاطباق بالشكل ده كده، الدوناتس الابيض وبالدوناتس بالشوكولاته والبينك. وده الباتيه طبعا بتاعنا، كيست كله طبعا وغلفته وراح لاصحابه. بألف هنا يا رب. كل عام وانت طيبة يا ليلي يا حبيبة قلبي، عقبال كل سنة واعمل لك احلى حاجة يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي الجميل ده كده وحاجاتي الجميلة دي، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة،
وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.